بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد انتهينا من القراءة في تفسير السعدي رحمه الله تعالى لسورة يوسف، وقد ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل مما يستفاد من هذه السورة، فنشرع في قراءة هذا الفصل ونذكر ما ذكر رحمه الله تعالى من الفوائد والعبر المستفادة من هذه القصة، من هذه الصورة التي فيها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة، التي قال الله في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد، أي أن الله عز وجل وصف هذه القصة بأنها أحسن القصص كما تقدم معنا في بداية الصورة. وأيضا قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، كان في يوسف وإخوته آيات أي علامات للسائلين. وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة، على أن ذكر القصة بأكملها. بين الله عز وجل أن في قصص الأنبياء ومن أحسن القصص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، عبرة لأولي الألباب. كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال غير ما تقدم في مطاويها، أي في وسط هذه الصورة من ذكر قصة يوسف من الفوائد، ثم شرع في ذكر الفوائد. قال: فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها، لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة. نعم، هذه أحسن القصص كما ذكر الله عز وجل: نقص عليك أحسن القصص، لما فيها من أنواع التنقلات، أي يتنقل من حال إلى حال. من الذي يتنقل؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما ذكر الله عز وجل من رؤيا الملك وما حصل أيضا لإخوة يوسف. قال: من حال إلى حال. حال يوسف انتقل من حال كان سعيد مع أبيه، ثم بعد ذلك فرق بينه وبين أبيه، وكان في حال بداية أمره، في حال عندما اشتراه العزيز عزيز مصر كان في أحسن حال، ثم انتقل إلى السجن. قال: ومن محنة إلى محنة. نعم، محنة الرق. يوسف عليه الصلاة والسلام بيع عبد من إخوته، محنة الرق، إلى محنة أخرى، محنة الاتهام، اتهم. ثم أيضا من محنة الاتهام إلى محنة السجن، سجن عليه الصلاة والسلام. قال: ومن محنة إلى منحة. محنة السجن إلى منحة، أن صار ملك خزائن مصر. المنحة العطية. قال: ومنه. قال: ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك. من ذل بعد أن كان في السجن، بعد أن كان عليه الصلاة والسلام في السجن، إلى عز، صار ملك خزائن مصر. ومن رق إلى ملك، رق عندما كان رقيق اشتراه الملك، ثم صار بعد ذلك ملك خزائن مصر.
قال ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف. نعم، فرق بينه وبين أبيه، ثم أيضا يعني فرق بين أخيه وبين أبيه، صار يعني تفرقوا، ثم بعد ذلك لما الله عز وجل شملهم. قال ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء كما في رؤيا الملك، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار، فتبارك من قصها فأحسنها. من إنكار من امرأة العزيز أنكرت أنها هي راودته، قال هي من راودتني. قالت امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوء، ما جزاء من أراد بأهلك سوء. أنكرت أنها راودته، ثم بعد ذلك أقرت أنا راودته عن نفسي. قال ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، فإن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده، وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. نعم، علم الرؤيا من العلوم، علم يتعلم ويدرس. علم الرؤيا تعبير الرؤيا يدرس إلى الآن، وهناك يعني له يعني كتب، وهناك من يدرسه علم تعبير الرؤيا. فذلك ليس لأحد أن يقول في تعبير الرؤيا وهو لا يعلم، فإن هذا من القول على الله بلا علم، أن هذا علم، فهو أيضا من العلوم المهمة، ويبنى عليه المشابهة في الاسم والصفة كما سيذكر. قال فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر و11 كوكبا له ساجدين وجه المناسبة. ما وجه المناسبة؟ أنه رأى هذه الرؤيا ويعني فسرت بأنها أبيه وأمه وإخوته. قال فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها، أي منافع السماء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، منافعها كثيرة، والشمس والقمر. قال فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار، ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا. الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع، هم أبناء الفرع. الأصل هو الأب والأم، والأبناء هم الفرع، فيكون الأصل أعظم، الأصل يكون أعظم والفرع يكون أخف وأقل شيء. قال وإخوتهم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما لما هو فرع عنه، فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أبوه. الشمس أمه لأنها مؤنث كما سيأتي، والقمر مذكر. قال والكواكب إخوته. قال ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث، فلذلك كانت أمه. الشمس لفظ مؤنث، تقول طلعت الشمس، ما تقول طلع الشمس، لابد أن تأتي بتاء التأنيث. قال والقمر والكواكب مذكرات، أي تقول طلع القمر، ما تقول طلعت القمر، تقول طلع الكوكب، ما تقول طلعت الكوكب، طلعت الكوكب، لا، تقول طلع الكوكب. قال والقمر والكواكب مذكرات، فكانت لأبيه وإخوته، إخوته كانوا ذكور. قال ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له، معظم ومحترم للمسجود له. ومن الساجد؟ أبوه وأمه وإخوته. قال والمسجود له معظم محترم وهو يوسف. قال فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته، ومن لازم ذلك أن يكون مكتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك.
أنهم كيف يعني سيكون معظم وليس له من الفضائل شيء؟ لا بد أن يكون من يعظم يكون له فضائل ويكون مجتبى مختار. فلذلك يعني هذه يعني يوسف استفيد من هذه يعني الرؤيا أن يوسف يفضل على إخوانه. قال: ومن لازم ذلك أن يكون مكتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك أي للتعظيم. ولذلك قال له أبوه: وكذلك يكتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني استفاد يعقوب واستنبط يعقوب عليه الصلاة والسلام من رؤيا يوسف أن يوسف يكتبى ويصطفى وأنه يعلم وأنه يكون نبيا، لأنه معظم في الرؤيا يسجدون له، دل على أنه معظم. والمعظم كما تقدم يعني معنا لا يكون إلا بفضائل، لا يكون معظم بغير فضائل. قال: ومن المناسبة في رؤيا الفتيين الذين دخلا في السجن مع يوسف قال أنه أول رؤيا الذي رأى، أي يوسف أول عبر الذي رأى أنه يعصر خمرا، أن الذي يعصر خمرا في العادة يكون خادما لغيره. يعصر الخمر في الغالب أنه يعصر لغيره، إذن يكون خادم لغيره. قال: والعصر يقصد لغيره، فلذلك أوله بما يؤول إليه أنه يسقي ربه خمرا، وذلك متضمن لخروجه من السجن، أنه يسقي ربه. كيف سيسقي ربه وهو في السجن؟ لا، سيسقي ربه أي يعني سيده، ربه سيده وملكه. كيف سيسقيه؟ إذن سيخرج من السجن. ولذلك وقال الذي ظن أنه ناجي منهما بعد تعبير رؤيا بعد تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام لرؤيا ذلك الذي رأى أنه يعصر خمرا، قال له: اذكرني عند ربك. استنبط أنه سيخرج، أنه سيخدم الملك، ولن يخدم الملك وهو في السجن، وإنما سيخرج. قال: وأول أي يوسف الذي رأى، أول أي عبر الرؤيا، الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل، وأنه سيبرز للطيور. رأسه هو الذي يحمل، هو الذي فوق جسمه يحمل، فوق رأسه الذي يحمل رأسه يحمل، فهو فوق جسده. قال: وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته، فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. نعم، الطيور ما ستأتي إلى رأس ذلك الذي قتل إلا إذا كان مصلوب ورأسه فوق. إذا كان مصلوب سيكون رأسه فوق، ستأتي الطير وتأكل من اللحم رأسه، تأكل من لحم رأسه عندما يكون واقف لا يتحرك ميت، وهذا لحم الطير تأكل من اللحم، يعني الطيور الجارحة. قال: وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المكتبة. ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه. وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها، قال: فإنها تحرث الأرض عليها ويستقى عليها الماء، وإذا أخصبت السنة أي العام سمنت، وإذا أجدبت صارت عجافا، أي إذا أخصبت السنة صارت يعني فيها أمطار وصار فيها زروع تسمن البقر لأنها تأكل، تجد ما تأكله. وإذا أجدبت ما في زروع ما في أشجار تجوع البقر فتضعف.
قال وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر وتخضر، وفي الجدب تقل وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض. أتقدم ذكر ذلك رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآيات، فذكر هنا رحمه الله تعالى المناسبة بين الرؤيا وبين تعبير الرؤيا. لا بد أن تكون هناك مناسبة، وهذا يدرس في علم التعبير، ذكر ما المناسبة، لماذا عبر يوسف رؤيا الملك البقرات بأنها سنين مجدبة وسنين مخصبة، فذكر المناسبة أن الملك به صلاح الرعية بصلاحه، وبفساده فساد الرعية، وهو رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، وأن من صلاح الرعية تصلح بصلاح السنون، بأحوال السنون، إذا كانت خصبة هذه السنون تصلح حال الرعية، وإذا كانت مكدبة تفسد حال الرعية. والبقر، لماذا البقر؟ لأن البقر بها تحرث الأرض وعليها يسقى الزرع، قال ومنها ما فيها، أي من الفوائد، ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء، وهو أمي لا يخط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة، وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذه من الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قص هذه القصة على قومه وهي طويلة، وهو لم يجلس مع أحد من علماء أهل الكتاب، ولم يدرس على يد أحد من علماء أهل الكتاب، يراه قومه أي قريش يرونه بين أظهرهم، لم يذهب يدرس عند أهل الكتاب ولم يتعلم. وزد فوق ذلك أنه لا أمي، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وهذا هو الصحيح، ليس كما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي. بعضهم يأتي بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، قال ليس معنى أنه أمي أنه لا يقرأ ولا يكتب، بل إنه يكتب ب70 يكتب ب70 خطا، أو يقرأ ب70 لغة أو غير ذلك من الكلام الذي ليس عليه دليل، كلام باطل. هذا كلامه يرد معجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه معجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، ومع ذلك يتلو لهم هذا القرآن الذي تحداهم الله عز وجل به أن يأتوا بصورة من مثله، وهم حريصون مجتهدون على أن يردوا هذا القرآن وأن يكذبوا هذا القرآن، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بصورة من مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، فدل ذلك على أن هذه معجزة، وأن القرآن حق من عند الله، فمن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أمي أنه من أمي القرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب ويقرأ المكتوب، هذا كلامه باطل ومردود عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. وجاءت أدلة كثيرة تبين ذلك، منها عندما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب الصلح بينه وبين قريش، فقال له اكتب
من محمد رسول الله، قال ذلك الذي جاء للصلح: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال: ماذا؟ قال: اكتب من محمد ابن عبد الله. فأبى علي أن يمسحها، قال: لا، نكتب من محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرنيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرنيها، دل على أنه لا يعرف يقرأ المكتوب، وإلا لقال لعلي: هات يعني هذه ومسحها، بل قال: أرنيها، أرني أين هذه الكلمة، ومسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده بعد أن أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ومنها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أيوة، نعم، منها ما يستفاد أن العبد ينبغي له أن يبتعد عن أسباب الشر، يبتعد عن أسباب الشر، إذا علم أن هذا سبب للشر لا يعمل به. وكذلك أن يكتم ما تخشى مضرته، إذا رأى أن إذا تكلم بهذا الكلام في هذا الوقت، أو أنه إذا تكلم بهذا الكلام أنه سيكون عليه مضرة، فإنه ينبغي ألا يتكلم به لكي لا يصل إليه الضرر، كما قال يعقوب ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أن هذا الكلام يدل على أن لك فضل، سيكون لك فضل على إخوتك، فإذا علم إخوتك بذلك سوف يحسدونك وسوف يكيدوا لك المكائد. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.